معايا شنط كتير، حاولي تدخلي بسرعة. يلا ادخلي، يلا يا سلمى. بابا الباب قفل، انا خايفة. دبدوبي حلو انت يا دبدوبي، جميل انت، انا بحبك قوي يا دبدوبي. سلمى ركزي معايا وسيبي الدبدوب دلوقتي، يلا عشان القطر وصل. يلا حبيبتي انا معايا شنط كتير، حاولي تدخلي بسرعة. يلا ادخلي، يلا يا سلمى. بابا الباب قفل، انا خايفة، اتأخرت الدبدوب كان هيقع مني. ايه ده، الباب قفل وبنتي ما دخلتش، وبعدين الحل ايه؟ انا خايفة عليها. انا لازم ارجع المحطة تاني في اسرع وقت. ربنا يستر وما تخرجش بره المحطة. انا قلت لها ركزي معايا شنط كتير، ازاي ما سمعتش الكلام وجت ورايا على طول؟ يا ريتني ركزت معاها وما كانش مهم الشنط. طب انا مش عارفة اعمل ايه دلوقتي، اروح فين؟ يا بابا سبتني ومشيت ليه؟ انا خايفة اركب بقى القطر اللي هيجي بعد منه ولا اعمل ايه؟ اروح ازاي انا دلوقتي يا بابا؟ ايه يا سكورة، انتي بتعيطي ليه؟ انتي خايفة من ايه؟ هو باباكي ركب القطر وسابك ومشي ولا ايه؟ اهدي يا حبيبتي بس، بطلي عياط عشان افهم منك. بصي مش عايزك تقلقي خالص، انا مش هسيبك النهارده غير لما اوصلك بباباكي او اوديكي لحد باب البيت. بس اهدي كده عشان افهم منك انتي ساكنه فين. لا يا عمو، بابا ما سابنيش ومشي، انا اللي اتأخرت عليه. نبهني اكتر من مرة، قالي ركزي معايا وبطلي لعب بالدبدوب. هو كان معاه شنط كتيرة قوي وانا اتلخمت، خفت الدبدوب يقع من ايدي وركزت مع الدبدوب، وعلى ما جيت ابص على الباب حسيت انه هيقفل فخفت ادخل يا عمو، وانا ما اعرفش عنوان بيتنا فين. انا خايفة قوي. مش عارفة عنوان بيتكم. طب بصي يا حبيبتي، انا مش عايزك تخافي خالص وانا معاكي. ازاي تخافي؟ لا لا ما تخافيش، انت هتروحي معايا البيت لحد ما اقدر اعرف عنوان بيتك فين واروحك، ما تقلقيش خالص. يلا يا حبيبتي تعالي ورايا، ومش عايزك تخافي خالص. يا عمو انت هتاخدني توديني فين دلوقتي؟ انا خايفة بابا يرجع المحطة ما يلاقينيش. لا 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 يا حبيبتي، باباكي مش هيرجع المحطة ولا حاجة، هو مشي خلاص. انا هاخدك عندي البيت، ما تقلقيش خالص لحد ما نشوف حل. تعالى هنا يا لص يا حرامي يا قليل الشرف والضمير، واخد البنت موديها على فين؟ عمال تقول لها هرجعك عند اهلك بس هتروح البيت عندي الاول. انت انسان كذاب. انت لو كنت عايز ترجعها لاهلها كنت هتسلمها لامن المحطة، او على الاقل كنت هتستنى بالبنت لما باباها يحاول يرجع تاني المحطة ويلاقيها. ما انا قلت له كده يا عمو، وقال ان بابا مش هيرجع المحطة تاني. انت انسان مستغل. انا كنت مراقبك من بعيد وبقول يمكن ظلمك ويمكن هتحاول تساعد البنت فعلا، بس لما لقيتك خارج بيها بره المحطة عرفت انك مش كويس وشكوكي اتأكدت. انت لو كنت عايز تساعدها فعلا كنت هتسلمها لأمن المحطة وهو يتصرف، او كنت هتنتظر بالبنت لحد ما باباها يرجع. انا مش هعمل كده تاني، بس ما تسلمنيش. بص يا غشاش يا قليل الضمير. يا عظمي، كسرت عظمي يا مفتري. اهدي يا حبيبتي، انا مش عايزك تقلقي خالص، تعالي معايا. انا هنزلك تحت عند الامن، وممكن يكون باباكي كمان رجع. باباكي مش هيتاخر عنك ابدا، هيحاول يلف ويرجع بسرعه، لازم يلاقيكي في المحطه. ما كانش ينفع تبعدي عن المحطه. وحتى لو باباكي ما رجعش انا هسلمك لامن المحطه، هو هيعرف يتصرف ويعرف عنوانك فين ويوصلك للبيت يا حبيبتي بامان. بصي يا حبيبتي، ما ينفعش تطمني لاي حد او تمشي مع اي حد، كان لازم تسلمي نفسك عند الامن. تعالي يا حبيبتي ما تخافيش، الأمن هناك أهو. تعالي بسرعة نحكي له على كل حاجة وما تقلقيش، هو أكيد هيوصلك لبيتك يا حبيبتي إن شاء الله. حضرتك أنا معايا البنت دي، باباها ركب القطر والباب اتقفل قبل ما هي تركب وهي مش عارفة توصل لبيتها. يا حضرة الضابط، وكان في واحد لص شرير كان عايز يضحك عليا ويخطفني. قال لي ان هو هيوديني البيت عند بابا وماما، بس لازم اروح معاه البيت الاول لحد ما يعرف العنوان، وقال ان بابا مش هيرجع المحطة تاني لولا عمو جري عليا ولحقني وجابني عندك. وديني بسرعة عند بابا وماما، انا خايفة قوي.
لا يا حبيبتي، أنا مش عايزِك تخافي خالص، طول ما أنتِ معايا أنتِ في أمان. كان لازم أول حاجة تحصل على طول تجري عليَّ، ما تمشيش مع أي حد خالص، ولا تدّي الأمان يا حبيبتي لأي حد. طالما المكان فيه أمن، يبقى أول حاجة تفكّري فيها إنِّك تلجئي لأمن المكان. طبعًا الرجل العظيم اللي أنقذِك من الراجل الشرير ده، إحنا بنشكره جدًا على الموقف الجميل ده، وإن هو جابِك لحد عندي هنا. بس دلوقتي يا حبيبتي أنا عايزة آخُد منِّك شوية معلومات كده عشان أعرف أوصّلِك للبيت. يعني عايزة أعرف مثلًا أنتِ فاكرة حاجة عن العنوان، رقم تليفون بابا أو ماما أو أي حد من إخواتِك أو من العيلة. لازم ناخد أي بيانات منِّك يا حبيبتي عشان نعرف نوصّلِك البيت. حاولي تفتكري معايا. طب معلش يا فندم، بس لو سمحتِ لي، أولًا يعني لا شكر على واجب، أنا ما عملتش غير الواجب. معلش بقى ثانيًا أنا اتأخرت أوي على المشوار اللي أنا كنت رايح له. أنا دلوقتي بقيت متطمن على البنت خلاص إن هي في إيدين أمينة، وعارف إن حضرتك هتعرف توصّلها لأهلها. فلو تسمح لي دلوقتي أنا يا دوب ألحق مشواري، مش هاقدر أتأخر أكتر من كده. انا يا عمو عمالة احاول افتكر زي ما قلتلي، بس انا مش فاكرة العنوان، بس فاكرة رقم ماما، بس مش فاكرة اخر رقم منه. عمالة افتكر يا عمو، مش فاكرة خالص. طيب حلو يا حبيبتي، برافو عليكِ، واضح إنِّك بنوتة ذكية جدًا. أنتِ قولي لي الأرقام كلها وأنا هاحاول أعمل كذا مكالمة وأغيّر الرقم الأخير. هاجرّب لحد ما أوصل لمامتِك يا حبيبتي. استنوا هنا، بقولكم ايه، لو الفيديو عجبكم وعايزين تكملوا للآخر القصة وتعرفوا حصل ايه، ما تنسوش تدعموني بقى بالاشتراك واللايك عشان اكبر بيكم وبدعمكم، واتشجع بقى اعمل لكم قصص تانية كتير. كده إحنا جرّبنا 5 محاولات والرقم طلع مش هو. مش عايزِك تقلقي خالص، لسه في قدّامنا كام محاولة تاني. ألو، ده تليفون والدة سلمى؟ حضرتِك ما تقلقيش خالص. بس هي كانت مع والدها ووالدها ركب القطار وهي ما لحقتش تركب معاه. مش عايزِك تقلقي، هي هنا معانا في المحطة بأمان. أنا عايزِك بس تيجي تاخديها أو تكلمي والدها وتطمنيه وتخلّيه يرجع المحطة ياخدها. إيه؟ بتقول إيه بنتي؟ إزاي بنتي لوحدها في المحطة؟ إزاي حصل الكلام ده؟ أنا هاكلم والدها أطمنه وهاجي لحضرتك فورًا. أرجوك خلّي بالك عليها لحد ما آجي وحاول تطمنها. أنا مش عارفة أشكرك إزاي. إيه ده؟ دي سعاد بتتصل، أقول لها إيه بس؟ أيوه يا سعاد. بتقولي إيه؟ أمن المحطة كلمِك؟ سلمى هناك؟ طمنتيني. أنا مع أول محطة وصلتها نزلت وغيّرت الخط وركبت القطار اللي راجع للمحطة تاني. أنا خلاص قرّبت أوصل المحطة أصلًا، داخل عليهم أهو. الحمد لله إن هي بخير، أنا كنت هاتجنن عليها، وكويس إن هي لسه في المحطة، وكمان عرفوا يوصلوا لرقمِك. حبيبتي يا سلمى، الحمد لله إنِك بخير يا حبيبتي. انتي بنت شاطرة وذكية جدا، وكويس قوي إنك كنتي حافظة رقمي. ساعدتي أمن المحطة إن هو يوصل لنا، وكويس كمان إن انتي ما فكرتيش تخرجي بره المحطة، لأن بوجودك هنا هتسهلي علينا إن احنا نلاقي بعض بسهولة. والطبيعي جدا يا حبيبتي إن باباكي عمره ما هيسيبك، كان بمجرد ما يوصل أول محطة هيغير للخط التاني ويلف ويرجعلك. حبيبتي الحمد لله إنِك بخير، وحقِك عليّا إن أنا ركّزت مع الشنط والحاجات اللي كانت معايا، وأنا كان المفروض أركّز معاكِ أنتِ أكتر. بس أنا اعتمدت إن أنا نبّهت عليكِ أكتر من مرّة، واعتقدت إن أنتِ مركّزة معايا. قُلت بمجرد ما هاركب أنتِ هتدخلي القطر معايا. ما توقعتش إن أبُص ورايا ما الاقيكيش والاقي الباب اتقفل. بس أنا بمجرد ما القطر اتحرك يا حبيبتي ووصلت المحطة، أول محطة وصلتها على طول نزلت وغيّرت الخط ولفيت عشان أرجع لِك. انا اللي بعتذر لك يا بابا، وبعتذر لكم كلكم على الموقف اللي انا عملته ده. انا عارفه ان انت نبهت عليا اكتر من مره، بس وانا ماشيه حسيت دبدوبي هيقع مني فخفت يضيع. ركزت مع الدبدوب وما ركزتش مع الباب. انا اسفه يا بابا، كان في واحد هيخليني اخرج بره المحطه، بس ربنا وقف لي واحد ابن حلال هو اللي رجعني هنا وسلمني عند الامن. أنا مش عارف أشكر حضرتك إزاي إنك طمنت البنت وخليتها في أمان معاك، وحاولت تشوف أي طريقة توصلها لينا. بجد شكرا ليك، ويا ريت أعرف مكان الراجل كمان اللي وصلها لحضرتك عشان أشكره هو كمان.
لا لا، ما تشكرنيش خالص، تشكرني على ايه؟ ده واجبي، انا ما قمتش غير بواجبي. وللاسف والله الراجل بعد ما وصلها عندي كان هو اتاخر جدا على المشوار بتاعه، واستأذن مننا واضطر ان هو يمشي. والحمد لله ان البنت كانت حافظه رقم مامتها، يعني دي حاجه كويسه جدا. وانا اتمنى ان كل الاطفال يبقوا حافظين رقم باباهم ومامتهم، عشان لو تعرضوا لموقف زي ده مفيش اي حد يقدر يضحك عليهم، ويعرفوا يتواصلوا تليفونيا مع الاب والام. وفي نفس الوقت لو اتكرر الموقف ده تاني محدش يسيب المحطة، اللي هيتوه من باباه ومامته يفضل في نفس مكانه، عشان الأب والأم هيرجعوا لنفس المكان تاني.